النهاردة ماما صاحية من النوم بدري بتدور على أبويا في الشقة، وسمعت صوته جاي من البلكونة وهو بيكلم واحدة. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. وبيقول لها اوعديني دلوقتي إن دي تبقى آخر مرة أجيب لك البتاع ده، لأن لو حد شم خبر وعرف إني بجيبهولك هتحصل مشاكل في البيت. المهم وأنا طالع لقيت أمي واقفة حاطة إيديها على قلبها ومخضوضة، فبسألها مالك؟ إريكي أبوك بعد العمر ده كله بيخوني وبيكلم واحدة عليا، وشكلهم يا ابني متجوزين، وهو بيعمل لها اللي هي عايزاه علشان ما تفضحوش. قلت لها أكيد انتي سمعتي غلط، بابا عمره ما يعمل كده، ومين أصلا اللي هتبصله في السن ده يا ماما؟ قالت لي لو مش مصدق ادخل البلكونة هتلاقيه بيكلمها في التليفون. ولسه ما كملتش جملتها لقينا أبويا طالع من البلكونة هو وأختي الصغيرة ومعاهم آيس كريم كيمو كونو بالفانيليا، وبيقول لها ليكي حق إذا كان أنا في السن ده وحبيته المرة الجاية نبقى نجيبه بالشيكولاتة.